صلصة، خل. ايوه، بالاتنين. هنعمل الفتة بصلصة وخل. عايز اقول لكم ميكس رهيب. ما ينفعش العيد يعدي علينا كده من غير ما ناكل طبق الفتة المصري الاصيل. بس عايزه اقول لكم هنعمله بالصلصة والخل عشان ننهي الجدال اللي حاصل على الفيسبوك، وهنعمل بالطريقتين او ميكس كده حلو ما بينهم. تعالوا الاول نعمل شوربة اللحمة او نسلق اللحمة. انا بصراحة من الناس اللي بتدي صدمة او بتشوح اللحمة. في ناس بتحب تسلقها كده يعني تسقطها كده في الشوربة او المية. لا، انا بحب ان انا اشم ريحتها كده واحمرها كده واظبطها. فببدأ ان انا احط معلقتين كده من السمنة البلدي المحترمين في قلب الحلة، وببدأ ان انا انزل كده ادي صدمة للحمة اللي معايا. بقى اي نوع لحمة عندك، ضاني، بقري، جمسي، اي نوع عندك بتفضليه اعملي الطريقة دي. ببدأ ان انا اشوحه بالشكل ده وانزل بفص واحد من المستكة وثلاث فصوص من الحبهان صحيحين مش مطحونين ولا حاجة، وورقتين من اللوري. وابدا ان انا اشوح كده اللحمه مع كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، واشوحها كويس زي ما انتم شايفين بالشكل ده زي الفل قوي. وبنزل ببصلايه، ويفضل تكون بصلايه بيضه اللي هي مش بتغمق الشوربه. تمام لحد دلوقتي كده بشوح كله مع بعضه، وبعد كده بنزل بالميه المغليه من الكاتل بقى من البراد براحتك. المهم ان انا مجرد ما بتغلي كده الشوربه او اللحمه غلوتين، ببدا ان انا بمعلقه او بصفايه او مصفى يعني، واشيل الريم اللي بيطلع على الوش ده، مهم جدا نشيله. وبسيب بقى اللحمه بتاعتي تستوي خالص. بعد ما اللحمه تستوي ببدا ان انا احضر الرز المصري بتاعنا العادي جدا، رز ابيض عادي جدا بالسمنه. طبعا انا مش هعمله معاكم عشان طريقته سهله وكل الناس بتعرف تعمله. تعالوا بقى نعمل الفته. بصوا بقى، انا هنا بجيب معلقه من السمنه، بنزل بمعلقه كبيره من الثوم، وانزل يعني اشوح الثوم، وانزل بمعلقتين من الخل، واشم الريحه كده والطشه الحلوه. بعد كده بفرم في الخلاط 4 أو 5 طماطميات وافرمهم، وانزل بالطماطم على الثوم والخل ده، وبسيبها بقى تتسبك كده بالظبط 10 دقايق بتكون متسبكه. طبعا ما ننساش رشه السكر ورشه كده من الملح وبس خلاص. وهنا بقى ببدأ ان انا احضر العيش زي ما شفتوا، معلقة كده من السمنة الفلاحي بحمص فيها العيش، وفتة مصرية يعني عيش بلدي. بحب قوي الفتة بالعيش البلدي، فعلا بتبقى خطيرة. بشوح كده العيش مع السمنه في الطاسه او على الجريل كده على البوتاجاز، وممكن تحطيه في الفرن مفيش مشكله. انا هنا ببدا ان انا اغرف الرز، وانا الحقيقه كنت عامله رز معمر بحب قوي مع الفته. وببدا ان انا اسقسق كده شويه من الرز، يعني شويه اجيب شويه من الشوربه اسقسق بيها الرز. بعد كده بقى ببدا ان انا احط كده العيش داير ما يدور على الطبق، وانزل بالصلصه اللي احنا جهزناها، صلصه بالثوم والخل بالاتنين يا جماعه. وببدأ ان انا احمص بقى واشوح السمنة، سوري، اللحمة في السمنة برضو البلدي او السمنة الفلاحي. وبس خلاص كده الفتة جاهزة معانا. عايزة اقول لكم خطيرة وفي منتهى اللذاذة. طبعا ما تنسوش تسقسقوها كده بالشوربة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.